توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايبي المصطفى في الكوكب كله، نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وهنعمل مع بعض النهاردة شوربة أكتر من رائعة يا جماعة. سميها شوربة الشعرية لأن كل حاجة فيها متقطعة شعرية. الجزر والكوسة مبشورين، والفراخ كمان متقطعة زي ما انتم شايفين زي الشعرية كده، وكمان هنحط لها في الآخر شعرية، فبقت شوربة شعرية الخاصة بيا. بس عايزاكم تجربوها وتقولوا رأيكم فيها، بصراحة ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. اتفضلوا معايا نشوف التفاصيل. حلة على النار، حطيت معلقتين كبار زيت زيتون ومكعب كبير زبدة. الشوربة اللي معايا او اي شوربة على العموم بصراحة بتبقى رايحة في الزبدة. بعد ما الزبدة ساحت كده وحسيت انها سخنت، نزلت عليها بصلة مقطعة، لكن هي لو جوليان تبقى احلى مع الوصفة اللي معانا النهاردة، تبقى برضو جوليان رفيع كده، لكن البصلة دي كانت متقطعة بالفعل عندي. تقريبا بعمل الشوربة اخر حاجة، خسارة بقى نعمل غيرها. يلا شوحت البصله بتاعتي كويس من غير ما اخدها لون ولا حاجه، مجرد تشويحه بس. نزلت عليها بمشروم فريش، هقلبه كمان مع البصله. دلوقتي هنزل بالجزر، لان انا اي وصفه عندي فيها جزر دايما بيكون هو اول الخضار اللي بيتشوح عشان ياخد وقته كويس، لانه بيكون اقصى حاجه في الخضار دايما حتى لو مبشور زي دلوقتي. فنزلت بالجزر، هشوحه كمان مع المشروم والبصله شويه. ولو حاسه ان الخضار بتاعي ناشف هزوده معلقه زبده، لان الشوربه اللي معايا روحها بصراحه في الزبده. ودلوقتي جينا على المكون التاني الجميل جدا اللي انا بحترمه في الشوربه دي قوي بصراحه، وهو الكوسه. انا الشوربه اللي عندي كميه كبيره، انا بشر حوالي 3 حبايات كبار كوسه و3 حبايات جزر. طبعا دول يعملوا معايا كميه كبيره، بس هي الحقيقه شوربه جميله جدا ما بتقعدش، بتخلص على طول. نزلت كل كميه الكوسه واشوحها تاني مع الخضار اللي معايا تشويحه محترمه. والخطوه التانيه التي يكمن عندها حلاوه الخضار معايا او الشوربه، معلقه السكر اللي بتظبط معايير الخضار جدا جدا يا جماعه في اي حاجه. حطيت معلقه سكر على الخضار بتاعي وقلبته معاها كويس جدا، وبعدين حطيت مصفى ونزلت الشوربه اللي انا سالقه فيها الفراخ على الخضار على طول. الفراخ بتاعتي مسلوقه، يعني مفيش اي افتكاسه فيها خالص، زي ما انتم شايفين كده، مسلوقه بحبان وورق لورا وحاجات عاديه جدا جدا. سلقت فيها الفراخ بتاعتي. البهارات اللي معايا زي ما انتم شايفين، عندي مرقه دجاج سايبه او المكعبات المتاحه عندك، وعندي بهارات دجاج وتوم وبصل بودر وفلفل اسود وملح. بهارات شوربه، ولو مش متاحه عندك تقدر تستغنى عنها. البهارات ديت على الشوربه بتاعتي وتقلبوا مع بعض كويس. الفراخ اللي اتسلقت دي هنسلها كده بالشوكه كده، بس بنسلها من بعضها وضفتها واضيفها للشوربه. كده ضفت الشوربه وضفت الفراخ بتاعتها، قطعتها الشوربه اللي هي بيون الفراخ يعني، قطعتها حناسير صغيره زي ما انتم شايفين كده. قلتها في الشوربه، خدت معاها الخضار غلوه كويسه، وبعدين شفتها كلها استوت تمام. اخر 5 دقايق بنزل معلقتين 2 شعريه على الخضار بتاعي والفراخ. تقدري طبعا تستغنى عنها، وتقدري تزودي تستخدمي بدل الشعريه صنع عصفور، او تستخدمي مكرونه اللي تحبيه، لكن انا مستخدمه في الوصفه النهارده شعريه عشان كنت تكون متناسقه مع الوصفه بتاعتي. طبعا انا لقيت لما ضفت الشعريه لسه القوام بتاع الشوربه مش زي ما انا عاوزاه، قوام الشوربه خفيف قوي، فما ينفعش اقدمها بالطريقه دي. فعندي معلقه نشا كبيره وعلى معلقتين حليب، قلبتهم في بعض، او معلقه كريمه او معلقه ميه، المهم ايه على البارد كده على طول اقلب معلقتين نشا في معلقتين حليب، اقلبهم تقليب كويس وانزل بيهم على الشوربه. ده بيكون اسرع حل عندي لو الشوربه اللي عندي مش مدياني القوام اللي انا عايزاه، وعايزه الوقت بتاعي ضيق. فاسهل حاجه بعملها 100 معلقه النشا دي، وفي دقيقتين بالظبط، دقيقتين من اقل من دقيقه بتكون الشوربه واصله للدرجه اللي انت عاوزاها جدا في التماسك كمان انا ضفت معلقتين كبار كريمه لباني، طبعا اضافه اختياريه لكن بتضيف للشوربه طعم تاني خالص. الشوربه بتاعتي جاهزه كده على التقديم، بألف هنا وشفا لأصحابها ولحضراتكم لما تنفذوا الوصفة إن شاء الله، وتشرفوني بمعرفة رأيكم في التعليقات. وجودكم معانا في القناة والاشتراك والتعليق والإعجاب على قناتنا شيء يشرفنا ويسعدنا إذا كنا نستحق وجودكم المشرف معنا. استودعتكم الله، السلام عليكم.